كسبنا منتخب نيجيريا، بس حد فيكم فهم إحنا بنلعب إزاي؟ لأن بصراحة رغم المكسب فيه علامات استفهام كبيرة جدًا على أداء وشكل وطريقة لعب وهوية منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن، لا شايف أسلوب لعب، لا شايف طريقة بتتنفذ، لا شايف هوية معينة إحنا بنلعب بيها، ولا شايف أي حاجة بتتقدم داخل الملعب. عندنا غيابات وعندنا لعيبة لسه ما انضمتش، عندنا لعيبة لسه ما دخلتش المعسكر ولسه ما لعبتش مع المنتخب زي محمد صلاح وزي مرموش وزي تريزيجيه عشان كان عنده مشكلة في أسنانه فما قدرش إن هو يلعب مباراة النهاردة. كل اللعيبة دي أسامي كبيرة وكل اللعيبة دي أسامي مميزة وأسامي مؤثرة جدا في المنتخب. بس أنت إيه هويتك وإيه شكلك وإيه الأسلوب اللي أنت بتنفذه أو الأسلوب اللي أنت بتلعب بيه عشان خاطر نشوفه في الملعب، حتى اللعيبة دي موجودة أو مش موجودة. المفروض أنا أشوف هوية ليك، هوية توريني احنا بنطلع بالكرة ازاي، هوية بتوريني احنا بنخلق مساحات ازاي، بنخلق فرص ازاي، اللعيبة بتتحرك ازاي في الملعب. كل الكلام ده المفروض يبقى موجود حتى في اللعيبة الأساسية أو حتى في اللعيبة البديلة، لأن أنت غياب صلاح ومرموش والناس دي مش هيأثر على هوية المنتخب بتاعك. هضرب لك مثال بسيط جدا، منتخب الأردن لما لعب قدامك بالبودلة في بطولة العرب، انت نفس الهوية ونفس الطريقة اللي اللعيبة الأساسية بتاعت منتخب الأردن بتلعب بيها هي نفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس الهوية اللي لعب بيها البودلة بتاعت منتخب الأردن قدام منتخب مصر في البطولة. فانت هويتك ثابتة على الرغم من تغير الأسامي وتغير اللعيبة اللي موجودة معاه. ده بقى اللي احنا مش قادرين نشوفه ولا قادرين نلمسه مع كابتن حسام حسن مع منتخب مصر. طيب أنا عايز أطرح عليكم سؤال وعايزكم تردوا عليا في التعليقات. احنا المفروض إن احنا تارجتنا إيه من البطولة؟ احنا رايحين البطولة نكسبها، ولا رايحين البطولة نصعد من دور المجموعات، ولا رايحين البطولة عشان نعمل إيه بالظبط؟ قول لي رأيك وقول لي أنت شايف منتخب مصر الحالي مع الكابتن حسام حسن هيوصل لفين في البطولة دي. بص انا مش طالع احبطك ولا طالع اقول كلام سلبي ولا كل الكلام ده، بس انا كمشجع وراجل بحب منتخب مصر عايز المنتخب بتاعي يظهر بافضل صورة ممكنة، وخصوصا ان انت مش واقع في مجموعة قوية. يعني انت اول مباراة ليك هتلعب مع منتخب، تاني مباراة هتلعب مع جنوب أفريقيا، تالت مباراة هتلعب مع أنجولا. هي دي المجموعة بتاعتك، مجموعة في المتناول جدا. طيب أنت بقى بشكلك اللي أنت لعبت بيه النهاردة، هل هو ده نفس الشكل اللي إحنا هنلعب بيه في البطولة ولا لأ؟ لأن ده سؤال مهم جدا بالنسبة لي. هل إحنا هنلعب تحت الكورة وهنستقبل لعب وهنلعب على التحولات وهنلعب على المرتدات؟ أنا مش عندي مشكلة في الطريقة ولا عندي مشكلة في الهوية دي، هي هوية عادية وفي ناس كتير قوي بتتبعها في ناس كتير قوي بتلعب بنفس الطريقة ونفس الأسلوب، وفي ناس كتير بتحقق بطولات بيها. مورينيو نفسه كان بيلعب بالطريقة دي مع ريال مدريد، فهي فيها ولا فيها مشكلة ولا هي عيب. بس أنا أبقى عندي أسلوب وأبقى عندي نمط وهوية معينة أنا عارف إن أنا رايح البطولة ألعب بيها. طيب أنا لو هلعب بالطريقة دي هل هلعب بيها قدام الفرق الكبيرة بس في حالة إن أنا صعدت من المجموعة، ولا حتى الفرق الصغيرة هلعب برضه قدامها بنفس الطريقة وهلعب تحت الكورة وهلعب على التحولات؟ بس أنا مش هكدب عليك، إحنا لا عندنا أسلوب ولا عندنا هوية بنتبعها مع الكابتن حسام حسن، لأن أنت لو اتفرجت على المباراة تاني هتشوف إن إحنا لا قادرين نطلع بالكورة ولا قادرين نضغط ضغط منظم، ضغط كتلة واحدة نقدر إن إحنا نتبعه. كل الكلام ده ما بيحصلش، كلها اجتهادات من اللعيبة، كلها ضغط فردي، كل لعيب بيضغط لوحده، كل لعيب بيطلع يجري على الكرة لوحده، مفيش أسلوب مفيش نمط مفيش أي حاجة أنا شايفها ملموسة مع الكابتن حسام حسن تقدر إن هي تطمني. أنا بقول كفاية إحباط لحد كده ونتفائل شوية بالمنتخب ونشوف لما اللعيبة الأساسية سواء محمد صلاح أو مرموش أو تريزيجيه والناس التقيلة دي تدخل المنتخب هتعمل إيه وهتقدم إيه في البطولة. بس أنا زي ما اتكلمت معاك قبل كده أنا كان نفسي كابتن حسام ياخد اللعيبة دي، سواء مش شرط بالنسبة لي كانت المحترفين تنضم للقايمة، بس كان ياخد اللعيبة دي ويروح بيهم بطولة العرب ويلعب بيهم في بطولة العرب، وهو يجهزهم حتى لو ما صعدتش يا سيدي من المجموعات، حتى لو ما كملتش للنهائي. بس اسمها انت بتجهز اللعيبه بدل ما انت عملت ماتش ودي مثلا مع منتخب نيجيريا، ماتش هادي، ماتش ما فيهوش احتكاكات، ما فيهوش جماهير، ما فيهوش اي حاجه. لا اللعيبه كانت هتروح بطوله قويه، بطوله فيها احتكاك قوي، فيها جماهير قويه جدا، فيها اجواء حلوه، كانت اللعيبه هتستمتع بيها. اللعيبه اللي انت عايز تجهزها كنت هتجهزها زي امام عاشور زي فتوح زي الناس دي. اللعيبه اللي انت عايز تدخلها معاك في السيستم بتاع اللعب بتاعك كنت هتدخلها زي شحاته زي صابر. كل الناس دي كانت هتاخد فرصة وكانت هتقدر إن هي تلعب وكانت هتقدر إن هي تاخد فرصة معاك في البطولة العربية، وكنت هتقدر إن أنت تاخد وقت كويس ومباريات كويسة تقدر إن أنت تبني عليها قبل بطولة أفريقيا. لكن إحنا مش عملنا كده ومش هنفضل نتكلم في اللي فات، خلينا نتكلم على اللي جاي، وإن شاء الله تبقى بطولة كويسة لمنتخب مصر. إن شاء الله نقدر إن إحنا نوصل لأبعد نقطة فيها
أتمنى إن إحنا ناخد البطولة طبعًا، ما عنديش أمنية غير كده، وإن شاء الله نقدر إن إحنا نحقق حاجة كويسة. زي ما قُلت لك هي مجموعة في المتناول، هي مجموعة كويسة بالنسبة لي، مجموعة مش صعبة خالص على منتخب مصر. أهم حاجة البداية، أهم حاجة إن أنت تحسم أول مباراة، أهم حاجة إن أنت تاخد 3 نقط من أول مباراة، ودي هتبقى ضربة البداية بالنسبة لك، وهتبقى انطلاقة مميزة بالنسبة للكابتن حسام واللاعبين. يمكن أنا نسيت في البداية أكلمك على حاجة مهمة جدًا وهي خطأ الشناوي. أنا ما أعرفش الشناوي هنفضل نستحمل أخطائه دي لحد إمتى، ما أعرفش الكابتن حسام هل عنده الشجاعة إن هو يقدر إن هو يعتمد على مصطفى شوبير في البطولة دي والّا لأ. خطأ ساذج جدًا من الشناوي، الشناوي خبرات كبيرة جدًا، ما ينفعش إن هو يغلط غلطة زي دي ويدخل فيه هدف زي كده. الكورة بتتلعب، كورة سهلة جدًا إن هو يطلعها، حتى لو أنت مش عارف تمسك الكورة كنت ممكن تطلعها، مش شرط إن أنت تمسكها يعني. فكانت غلطة غريبة بالنسبة لي من الشناوي، وكان الواحد كل مباراة للشناوي بيخاف إن الشناوي كل كورة بتروح عليه الواحد بيخاف الشناوي يغلط فيها. فأنا مش عارف، دي بقت قلة ثقة مننا في الشناوي. الراجل أعتقد إن يجي الوقت إن الشناوي بقى يريح والناس التانية تاخد فرصة أكتر من كده. وأنا كلامي هنا عن مصطفى شوبير، حارس واعد، حارس مميز، حارس بيلعب برجله كويس، حارس عنده مرونة كويسة وتحركاته كويسة. فلازم الراجل ده ياخد فرصة، ولازم ياخد دقايق لعب أكتر من كده. مش هطول عليك أكتر من كده في الفيديو. لو وصلت لعند هنا ما تنساش الاشتراك واللايك، وقول لي في التعليقات شايف منتخب مصر هيوصل فين في بطولة أمم أفريقيا. أشوفكم على خير. سلام عليكم.